صراحة موقع طنطا 300 أولى تسجيلاتنا لانتخابات طنطا في استاد فاضي بالراحة بحضرتك على موقع طنطا. بنرحب بحضرتك على موقع. أهلا وسهلا شيخ الساعة. انتخابات السنة دي مولعة نار؟ مش يعني بالصورة اللي الناس مصورها، هي الانتخابات عامة فيها كثير، لكن إن شاء الله تعدي على خير وتبقى كويسة. طبعا هتدي حضرتك قائمة حضرتك. نعم. قائمة حضرتك. قائمة حضرتي إن شاء الله معانا أخونا الأكبر الدكتور عادل شبل، عميد كلية هندسة شبين من الأكبر، وعميد كلية هندسة جامعة الدلتا بالمنصورة حاليا، والأمين العام لنقابة المهندسين بالغربية. ومعانا المحاسب محمود علي محمود أبو شنب، وهو محاسب بالبنك الأهلي وراجل رياضي وشخصية محترمة. ومعانا المحاسب ياسر عنتر المنشاوي، محاسب في بنك يا أستاذ الاتحاد الوطني، في بنك الاتحاد الوطني. وده يعني احنا عاملين مزيج من الشباب واهل الخبرة. ومعانا كمان المحاسب اسلام ابراهيم عبد القادر، ده راجل سباح سابق وله تجارب عديدة في مجالس الادارات، وراجل خبرة رياضية محترمة. ومعانا المحاسب أشرف عيسى الملك، محاسب قانوني عنده مكتب محاسبة، وراجل برضه محترم. واحنا يعني حبينا لما جينا ننتقي القائمة ان احنا نعمل مزيج بين الشباب واهل الخبرة العواجيز اللي زي حالاتنا والدكتور عادل. فان شاء الله وماشية كويسة ان شاء الله. ربنا يوفقنا، والناس هتشوف من المجموعة دي انها مجموعة متحدة متحابة على قلب رجل واحد، فبالتالي يبان شغلها وتثمر، وهذا مردوده للعلم بتاع الناس. اسباب ترشيح حضرتك لانتخابات النادي؟ ده تاريخ بقى طويل، احنا يعني من الصغر ونحن في نادي طنطا الرياضي، لاعب كرة يد في فريق نادي طنطا في الستينات، عضو في نادي طنطا عضو عامل في نادي طنطا من اوائل السبعينات بعد ما اعتزلنا. فخلصنا بقى السلك الرياضي فبقينا عضو عامل. النادي ده يعني هو بيتنا الثاني، هو بيتنا الكبير. فاحنا بنحب النادي، بنحب تروح النادي، وبنخاف على النادي بتاعنا، وعاوزينه يبقى في أزهى صوره وفي أرقى مستوياته. وده يجي بالعزيمة وتضافر الجهود وثقة أعضاء الجمعية العمومية فينا وفي مجموعتنا اللي احنا انتخبناها يعني بتمعن يعني بحرص شديد جدا، حتى يكون هناك انسجام بين المجموعة، علشان ده بيبقى مردوده يبان على العلم. فإن شاء الله أنا متفائل خير، وإن شاء الله ربنا
ربنا هيوفقنا، وإن شاء الله نجد ونجتهد حتى نسعد أعضاء مدينة ونلتقي بهم. البرنامج الانتخابي لحضرتك قيم. البرنامج الانتخابي يعني حاجات كتير قوي. هو احنا طبعا عندنا حاجات عاجلة وحاجات آجلة. الحاجات العاجلة بتصب في خدمة العرق اليومي، وعلى سبيل المثال لا الحصر مثلا بنعمل وحدة لخدمة أعضاء النادي في جزئية دفع فواتير التليفونات والكهرباء والحاجات دي. هيكون دفع المستلزمات دي من خلال النادي. هتبقى من خلال النادي خدمة بنقدمها خدمة للعضو بتاعنا. عندك مثلا بالاتفاق طبعا مع القيادات التنفيذية في محافظة الغربية والسيد اللواء محافظة الغربية على رأسهم، هنعمل وحدة مثلا مرور تخدم عضو النادي في السنتين اللي هم ما بيبقاش فيهم فحص. عندك مثلا نعمل وحدة شهر عقاري لتسجيل برضه مأمورين الناس اللي عاوزة تسجل حاجة أو تعمل توكيل. دي من خلال مكاتب جوه النادي. من خلال مكاتب، وده احنا نادينا بيه في مجال الصفقة، وكاد أن يتم لولا الانشقاق في المجلس ووضع العراقيل حتى لا ينسب لنا هذا. أما لو كان من خلالهم كان يمكن الحاجات دي مشيت، واحنا لو فضلنا لهذا كنا خلناها من خلالهم علشان تمشي، علشان احنا ما بنبغاش لا منظرة ولا بنبغى ان احنا ننسب شيء لنفسنا حتى لو احنا اللي عاملينه، لان ده كله بيعود ومردوده بيصب في العضو بتاعنا، وهو ده هدفنا. ليه حضرتك رفعت قضية ضد مجلس الإدارة؟ وحضرتك كسبت القضية، ليه حضرتك رفعت القضية؟ أنا رفعت القضية لأن أنا حسيت بظلم مبين. أنا انتخبت في مجلس إدارة نادي طنطا عام 2007 في شهر 9 برغم ما حدث فيها من أحداث مخزية وهم يعلمون ما هو الخزي. عايزين نعرفوا ايه هو حضرتك؟ يا فندم ايه حضرتك الكيزي اللي هم يعلموه؟ يعني هم يعلموا بقى والناس كلها عارفه. لا انا ما اعرفش، او الناس عندنا على الموقع مش عارفين. اسال الاعضاء هم يقولوا. ما حدش عارف، لازم حضرتك لا تقول. اسال الاعضاء هم يقولوا. ما لازم حضرتك تقول. لا انا مش هقول، هم الناس عارفه هم عملوا ايه، والاعضاء النادي المحترمين عارفين هم عملوا ايه. طب ممكن نكون مثالين بساط قوي؟ يعني على سبيل المثال ان ما كانش فيه نزاهه في إدارة العملية الانتخابية. وحط جنبها 10 علامات استفهام. طبعا رغم هذا ورغم صعوبة المعركة والحرب الشعواء التي سنت علي أنا بالتحديد، الحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا كتب لنا النجاح ودخلت مجلس 2007 بعد شهر تقريبا. مجلس 2007 كنائب نائب رئيس مجلس إدارة. بعد كده حصل انه طعنوا في الاجراءات بعض الاخوة الزملاء اللي كانوا مرشحين، وقد تم حل مجلس الإدارة وتعيين ذات المجلس لمدة عام على ان يعني يدعى للجمعية العمومية لعمل انتخابات في أول جمعية عمومية. طبعا ده جينا ما تمش هذا، وتم تعيين المجلس مرة ثانية واستبعاد 3 أحدهم أنا